السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه لاباس. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير وبصحه وعافيه ان شاء الله يا سيدي يا ربي. اليوم الاخوان غنتحدث لكم على الرايب ديال المحلابه او الرايب ديال الدار. يعني بجوج طريقات. كاينه طريقه اسهل وكاينه طريقه شويه فيها صعوبه. الطريقه الاسهل هي اللي كنديروا فيه الكينه ديال الفرماسيان. دابا انا هذا حاطه هنا، غنوريكم كيفاش الطريقه لان اسهل واسرع. الطريقه ديال الكينه، كتاخذي الحليب كتروبيه، كتفيضيه عفوا كتفيضيه كتحطيه يبرد، وقبل ما تفيضيه كتحيدي منه واحد الكاس ديال الحليب بارد، كتحطيه على جنب. ملي كتحطيه على جنب كتسميتو كتشوفوا الرايب كيفاش عاقد، كتحطيه على جنب. كتفيضي داك الحليب، كديري فيه السكر وكتحطيه تخليه حتى كيبرد شويه، ماشي بزاف. الا كانت الحراره كتخليه هيب شويه، كانت البرد خليه سخون بزاف شويه. كتشدي داك الكاس ديال الحليب اللي عزلنا بوحديتهم، كتاخذيه كتشدي دانون فاني، واكيد دانون فاني. كتشدي دانون فاني كتخلطيه مزيان، وكتشدي الكينه كتدقيها مزيان، كتدقيها فواحد الكويغيط وكتهبطيه في هذاك الكاس هي وداك الطاس تاع دانون. كتخلطيه مزيان وكتصبيه في الحليب. كتصبيه بعد ما قبل ما تصبيه تصفيه باش كيبقاوش دوك الحبيبات. ملي كتنزليه في الحليب كتخلطيه مزيان بسرعه، كتخلطيه مزيان. ملي كتخلطيه كتصفيه بالصفاي كامل داك الحليب. كتكونوا عندك الكوبايات موجود مجهزاهم حاطاهم، يعني خصك بسرعه. كتعمريه في الكيسان كاملين وكتحطيه في واحد الجنب. بحال دابا انا حطيته هنا على هاد الزلي، هاد الرخامه هذه، وغطيته بواحد البلاستيكه وطرف، يعني ما كيحتاج لا ما سخون ولا حتى شي حاجه. كتخليه ساعه بالماء نيشان، كتحيديه. هذه هي الطريقه. نتوما شوفوا كيفاش كيولي، ها هو شوفوا الرايب كيفاش داير جامد مزيان. صافي ها هو شوفوا، كتحيديه كتحطيه في الثلاجه. الطريقه الاخرى بلا كينه، كتشدي ومن كتفيضي الحليب كديري فيه السكر، عفوا راه نسيت، كديري فيه السكر. الطريقه ديال الثانيه ديال بلا كينه، كتشدي الحليب ثاني نفس الطريقه، كتفيضيه ولكن هذا كتخليه يبرد شويه، كتخليه غير يبقى دافي شي شويه، وكديري فيه السكر نفس الطريقه. كتخلطي داك دانون مزيان، كتهبطيه فيه، كتخلطيه مزيان، وكتبقاي تخلطيه وكتبرديه بشويه باش يحيد ديك الكشكوشه اللي كيدير من الفوق، ديك الرغوه ديالو. كتعمريه في الكيسان نفس الطريقه، كتعمريه في الكيسان وكديري الماء كيغلي مزيان، واحد المقراج تاع الماء كيغلي مزيان، وكتجيبي البانيو كبير كتستفي فيه الكيسان وكتحطي فيه داك، تكبي عليه داك الماء طايب في الجنب ديالو. كتحاولي داك الماء ديالو كتهبطيه على جنب، داك الماء طايب على جنب باش ما تقيسيش الكوبايات، باش ما يطرطقوش ليك. ومن بعد كتنزلي داك الشيء كامل، كتغطيه بالميكا بالبلاستيكه وكتحطيه المانطا وكتخليه حتى الغدا ان شاء الله. عاد كتجبديه. الا درتيه في الصباح كتخليه حتى العشيه، والا درتيه في العشيه كتخليه حتى الصباح. يعني فيه تمر شويه، ماشي بحال ديال الكينه كيوجد دغيا. ملي كتجبديه عاد كديريه في الثلاجه يبرد. وهذه هي الطريقه ديال الرايب. هنا كنديروا الطاسات، حيت كاين اللي كيبغي الطاسات كيديهم. هنا كنخليوه في الكيسان، الكوبايات اللي كياكلوا عندك في المحل كتخليه في الكيسان. وهذه هي الطريقه ديال الرايب. الناس سولوني كيفاش كدير الرايب، عافاك لما حطينا فيديو ديال الرايب باش نشوفوا كيفاش نديروا ليه. راه كنصاوبوه وما كيصدقش لينا، راه كنديروه كيبقى لنا حليب. راه كنوريكم ان ولا كنتي غديري الحليب خليه دافي، راه ما ديريهش فيه بارد مره. وإلا درتيه فيه الكينه ما ديريش الماء طايب، لان الا درتي الماء طايب كيتكلل وكيولي اللبن فيه، الحليب في جهه والماء في جهه. الكينه ما كتبغيش الماء طايب، الكينه كتبغي الحليب يكون سخون. كتهبطيه فيه داك الشيء، كتحطيه كتغطيه كتخليه ساعه المكانه. الا فوتيه اكثر من الوقت ديالو كيخسر، الا بقى على برا ومغطي وملفوف بالماء بالبلاستيك وبالغطاء بالفوطه، راه تيخسر ما تيبقاش مزيان. خاصك ساعه المكانه. انت حاضيه الرايب ديالك، شوفوا هما كيفاش كي من الفوق كي من التحت، ما داير لا ما ولا حتى شي حاجه.
الا خليتيه كيمشي الساعه ديالك بالمكانه وحطيه في الثلاجه، كيبقى لك الريب ديالك هو هذاك. شوفوا ها هو تعند ديال الطاسات، ها هو فين كتشوفوا كيفاش داير، كيفاش الريب داير. هاي جامع يعني ما في البلاصه، يعني ساعه ديال المكانه هذه كان واجد. وهذه هي الطريقه الاخوان، وبالصحه والعافيه. وتنتمنى تكونوا فهمتوا شنو كيفاش صايبته. انا حتى صاوبته عاد تفكرت السيده قالت لي، عده سيدات قالوا لي عافاك لما ورينا كيجيو عندي هنايا تياكلوا عندي الرايب، قالوا لي كيفاش كتصايبي الرايب. هذه هي الطريقه ومضبوطه وما نسيفات حتى شي حاجه. يعني ديروا هاد الطريقه اللي قلت لكم، غادي يطلع لكم الرايب غزال. حيت كاين اللي كيبغي يحطو في دارو في الثلاجه، الوليدات بحال هكا تيبغيو في الدار. طريقه سهله مهله ما فيها حتى شي صعوبه، وبالاخص الكينه كتجيبو غزال وما كتعذبيش شي مجهود كبير لا. اما بالنسبه وكنوصيكم كناكد لكم على دانون فاني. من غير دانون فاني ما ديروا حتى شي دانون اخر، لانه هو اللي كيطلع ما فيه حتى شي حاجه. لنا دانون طبيعي يعني فيه غير السكر حلو، ما فيه شي مكسرات ولا فيه شي ديسير ولا شي حاجه، لا الفروت ولا شي حاجه، ما فيه حتى شي حاجه، يكون طبيعي. وهذا هو الرايب ديالنا، وبالصحه والعافيه. والى فيديو قادم ان شاء الله. وانا عند الطلب ديالكم، اي حاجه بغيتوها واي حاجه طلبوني عليها انا غنوجدها لكم ونصايبها لكم. والاخت اللي طلبتني على الحرشه كيفاش كديري الحرشه، ان شاء الله غيكون فيديو خاص على الحرشه ان شاء الله يا سيدي يا ربي ديال المحلابات. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله للجميع، والله يسعد الجميع يا ربي. ودعواتكم معنا، وما تنساوش خصكم رقيه بالجيم واللايك ودعموا القناه ديالي. وكنتمنى التوفيق لجميع القناه يا ربي. ومعكم الشاف العسالي، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.